السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم النهاردة رانيا، رجعت لكم بوصفة جديدة ان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم. معانا هنا النهاردة وصفة البوري السنجاري بكل التتبيلات وبكل التكات اللي بنجيبها من بره ومبنبقاش عارفين هم عاملينها ازاي بلونه الاحمر الطبيعي من غير اضافات او صلصة طماطم او باربيكيو او اي حاجة. ما احناش عارفين اللون ده بيبقى من ايه. وجوسي والسمكة طرية جدا معايا وشاربة من التتبيلة، ان شاء الله تعجبكم. بتقدموه بقى زي ما انتوا حابين، مع رز صيادية، مع خبز صاج او خبز شام زي ما انتوا حابين. بنعمل سلطة خضراء، سلطة طحينة، زي ما انتوا حابين. ان شاء الله الحاجات دي هنعملها في فيديوهات جاية مع بعض، بس ما حبيتش تكون في فيديو واحد علشان ما نطولش وقت الفيديو. هنعمل مع بعض الطحينة الخام في البيت، وهنعمل رز الصيادية، وكل حاجة هتبقى مع بعض. هنا بسم الله الرحمن الرحيم هنبتدي. معايا هنا سمكتين بوري متوسطين. للخضار بتاعي بصلتين متوسطين، قرنين فلفل رومي وقرن فلفل حار ده اختياري براحتك، وجزرايه مبشوره وطماطميه متوسطه. ده الخضار اللي هحطه في السمك. معايا هنا للتتبيلة السمك الرئيسية، معايا ان شاء الله التتبيلة دي زي بتاعت بره بالظبط. هنا تلت كوباية زيت، بس هسيب منهم على جنب معلقتين. ومعايا هنا ربع معلقة خل. طبعا الخل والليمون اساسي في اي وصفة سمك، لا غنى عنهم. معايا هنا نص ليمونة كبيرة. الليمونة دي ما شاء الله العصير بتاعها كتير، فما استخدمناهاش كلها عشان ما يمررش معايا. لو عندك ليمون صغير استخدمي ليمونتين. ومعايا هنا معلقة كبيرة كركم، معلقتين صغيرين ملح، معلقة صغيرة كمون، ومعلقة صغيرة برضو شطة، دي اختياري برضو براحتك، لو عندك أطفال صغيرين بلاش. ومعلقة بابريكا، ومعلقة بهارات سمك. لو مش موجودة عندك بهارات السمك ممكن نضيف بدلها كزبرة ناشفة أو 7 بهارات زي ما انت عايزة. آخر حاجة 4 فصوص توم متقطعين مش مفرومين، علشان عايزاه محتفظ بالذات العطر بتاعه وبالطعم بتاعه. لما بيتفرم بحس ان هو بيضيع منه، لا انا عايزاهم متقطعين. هنا هسيب الخلطة بتاعتي على جنب، هجيب الصينية بتاعتي احط فيها معلقتين الزيت اللي قلنا هنسيبهم على جنب. هبدأ اوزعهم في الصينية بتاعتي هنا، علشان اضمن ان انا لما احط السمكة ما تلزقش معايا وتتحرق مني. لا السمك الزيت بيخلي السمك يعني هو رايح وجاي كده في الصينية او البايركس بتاعي، ومش لازق، ولما يدخل الفرن ما لاقيهاش لزقت معايا في الصينية. هنا انا بغلف السمكة بالفويل، علشان السمكة طبعا الجلد بتاعها بيبقى رقيق جدا لما بيتحط على الصاج او على الصينية، فالفويل بيحافظ لي عليه. وفي نفس الوقت علشان اتحكم في السمكة واشيلها واحطها، هنا هجيب فرشة او سباتيولا او معلقة او زي ما انت حابة. طبعا احنا في البيت بنشتغل بايدينا ما فيش اي مشكلة. واوزع التتبيله اللي انا عملتها كويس جدا في السمكه، علشان تشرب منها وتاخد من البهارات. واللون زي ما انت شايفه طبيعي جدا والله، بدون اي اضافه صلصه طماطم او باربيكيو او اي حاجه. زي ما انت شفتوا هدهن برضو تحت السمكه، بس مش عارفه التصوير ما جابوش، هنشوفه مع بعض ان شاء الله في السمكه التانية. برضو هنعمل نفس الخطوة، هنجيب السمكة ونغلفها كويس جدا بالفويل علشان نعرف نتحكم فيها. ونفس الوقت الفويل بيحافظ لي على درجة الحرارة، بيسويها لي من كل الاتجاهات نفس السوا، وبيخليه معايا سهل ان انا اشيله واحطه في الطبق او اقدمه بكل الطرق والوصفات. حابة تشيليه من الفويل بعد كده براحتك، حابه تقدميه كده مفيش اي مشكله برضو، احنا بنجيبه طبعا من المطعم كده. زي ما انت شايفه هغلف برضو الفويل كويس جدا بالتتبيله بتاعتي عشان تشرب من فوق ومن تحت، وفي نفس الوقت التتبيله فيها زيت ما تخليهاش تمسك معايا في الفويل. هتبلها برضو كويس جدا بالخلطه بتاعتي والسمكه، علشان تشرب من البهارات وتشرب من التتبيله وتبقى جوسي معايا من الزيت، وتطعم بالخل والليمون، وتبقى معايا طريه جدا، وفي نفس الوقت ما تبقاش السمكه متفله. هنا خلاص انا حطيتهم في الصينيه بتاعتي او الصاج بتاعي. هنا هبدأ اعمل الخضار بتاعي. زي ما قلنا بصلتين متوسطين، قرنين فلفل رومي، معاهم قرن فلفل حار، الحار ده اختياري براحتك. طماطمايه وسط، في ناس ما بتحبش الطماطم ما فيش اي مشكله. جزرايه كبيره مبشوره. اي خضار مش عندك ده ممكن تشيليه، حابه تضيفي اي خضار تاني ما فيش اي مشكله، بس هو ده الخضار الاساسي. انت بتضيفي وبتحطي زي ما انت عايزه.
اي خضار عندك اضافي. هنا باقي التتبيله اللي فضلت معايا هضيفها على الخضار علشان تطعم برضو من كل البهارات اللي معانا وتاخد منها. ضفت عليهم برضو تاني معلقتين خل علشان تبقى الخضار معايا جوسي كده، ما تدخلش تنشف معايا. هنا هبدا اوزع الخضار زي ما انت شايفه في السمكه. الخضار وكمية الخضار زي ما انت حابة، حابة تقللي حابة تكتري، ده حاجة ترجع لك. بس انا صراحة بحب السمك السنجاري ده لان الخضار بتاعه بيبقى حاجة تانية خالص. يعني ممكن انا اكل السمك وما اكلش الخضار. انت حاجة براحتك، ولادك بيحبوا الخضار كتير ولادك بيحبوا الخضار قليل، دي حاجة ترجع لك، ما فيش فيها اي مشكلة. دي يعني الواحد بيقولك التكات او الخضار او الحاجة اللي بتستخدم، وانت براحتك تكتري تقللي زي ما انت عايزة. زي ممكن برضو في ناس تشوف الملح قليل او تشوفه كتير. طبعا الحاجات الاضافية دي حاجة ترجع لك. احنا هنا بنحط عليه شرايح الليمون براحتك، حابة تضيفي اصلا على الوش رشة كزبرة او بقدونس او شبت براحتك، حابة تضيفيها في التتبيلة مفيش اي مشكلة. ان شاء الله احنا هنعمله مع بعض قدام بحاجات تانية وبأفكار تانية، بس أنا حبيت أوريكي الفكرة الرئيسية وبعدين انتي تضيفي براحتك زي ما انت عايز. هنا أنا كنت مشغلة الفرن وأنا بجهز السمك معاكم على أعلى درجة. هنا أنا هدخله الفرن على درجة حرارة 200 وههدي النار، واول ما يستوي هفتح عليه الشوايه. ودلوقتي خلاص استوى، فتحت عليه الشوايه وطلعه ما شاء الله لون طبيعي جدا بدون اضافه اي طماطم او اي صلصه او اي حاجه. يدوب معلقه الكركم على معلقه البابريكا هما اللي عاملين اللون ده زي ما بنشتريه من المحلات. اصل هو في المحل مش هيحط لك لا صلصه ولا باربيكيو ولا الكلام ده، فليه؟ علشان هيبقى هدر وميزانية عليه. لا، البابريكا والكركم بيدوني نفس النتيجة ومفيش اي حاجة. زي ما انت شايفة ما شاء الله والله بدون اضافة اي طماطم او اي باربيكيو او اي صلصة. واللحمة طرية معايا جدا وجوسي وما فيهاش ولا متفلة ولا ناشفة ولا الفرن منشفها ولا اي حاجة خالص. زي ما انت حابة، زي ما قلنا حابة تقدميه مع خبز شامي مع خبز بلدي مع رز صيادية مع سلطة خضراء مع طحينة. ان شاء الله الحاجات دي كلها هنعملها في فيديوهات جاية مع بعض. بس انا حبيت الفيديو الاول كده ما يبقاش طويل وعشان يبقى خفيف ويبقى مخصوص للسمك عشان نركز في كل الحاجات اللي فيه. ان شاء الله مع بعض جاية هنعمل كل حاجة.